الزمالك وعشقه للفضيحه. الحكم بامره في نادي الزمالك نزل تعميره جديده عنده لاعبين، بيقول ان في جسمهم شويه حشيش وشويه نسوان. لكن بصراحه الامر غريب جدا، في لعيب راح اعتذر ولم الموضوع وتحس ان هو كان خايف. وفي لعيب تاني بصراحه راجل جدا، راجل من اسره فعلا محترمه، ان هو هيرفع قضيه واسرته بتدرس حاجه زي كده، وفي نفس الوقت مش هيتنازلوا ومش هيسكتوا. بس الغريب ان الصحف العالم كلها تناقلت الخبر، وتحس ان الزمالك فعلا بيعشق الفضيحه. الزمالك عنده حاجه غريبه جدا، الحكم بامره فيه كل يوم بيحاول ان هو يعمل دوشه عنده في الفريق، وبيغطي الهزيمه بفضيحه. يعني مثلا مباراه اسوان طلع لنا ان فيه عزومه فسيخ ورنجه وبتاع، وكانت هي السبب. وبعدين رحنا مباراة الداخلية، وشفنا الأداء بتاع الزمالك، وشفنا القتال بتاع الداخلية ولعيبة الداخلية لحد الدقيقة 95، كانت يعني فايزة على الزمالك 1-0. والزمالك اتعادل، وشفنا الليلة والقصة عشان ندري حكاية زي كده. يلا، الحكم بأمره قال لك انا هطلع بقى ايه، واحنا منسحبين من الدوري، والحكام عايزين يوجهوا الدوري للاهلي. وبصراحه الزمالك ما اتظلمش، الزمالك ما كانش ليه ضربه جزاء، وشفنا لعيبه زي مثلا دونجا، زي مين تاني اللي راح وقال لي سامسون اقع في الارض ومش عارف ايه ونام في الارض يا ابني وبتاع، ومالكش دخل. احنا الحكم على طول، الحكم تبعنا. يعني احتواء. اللعيبه عارفه ان هي هيجي لها مساعدات خارجيه وان هي تاخد ضربه جزاء. لكن بصراحه اللعبه لا كان فيها اي شيء، ولا كان فيها مثلا التحام عادي يعني. المهم، المره دي الزمالك بيفكر ان هو يقدر يلم الليله ويطلع بقى خبر، وتحس بقى الاعلام بقى اللي تبعهم اللي هو في الحق والباطل بيدافع عنه. والباطل اكتر، يعني تحس خالد الغندور يطلع يقول لك هو ليه ما وقفوش سافيو؟ ما وقفش سافيو يا حبيبي يعني. والله بصراحه انت يعني تستغرب، ايه العقليه دي، ايه الكلاحه دي. بصراحه نعمه جدا ان انت تكون اهلاوي. يعني لعمرنا شفنا مثلا الاداره طلعت هاجمت لعيبه، بالعكس احنا كنا بنشوف لعيبه كده والاداره بتعاقبها تاني يوم، ومشى في الاخر بتمشيه، لان انت عمرك ما هتقدر تمشي نظام بالطريقه ديت. اللعيبه كلها هتبوظ بسبب حاجه زي كده. لكن بصراحه كان الله في عون الجماهير الزمالك المحترمه. يعني كان الله في عونكم من الحكم بامره. نروح للاهلي. الاهلي اعلن الحمد لله عن صفقه تانية، كريستو، صفقه رسميه، الراجل اجتاز الكشف الطبي، واصبح لاعب في النادي الاهلي. وطريقه تقديمه بصراحه طريقه جميله جدا، ان انت تشوف علي معلول وبيوجه له رساله. فعلا انت هتكون كويس جدا في النادي ده، هتبقى اسطوره، هتبقى اسطوره، والعالم والاهلاويه كلهم هيشيلوك في فوق راسهم، وهتكتسب مجد وشهره عمرك ما اكتسبتها قبل كده. وده حقيقي. كريستو ان شاء الله قدامنا فتره كبيره جدا، هو والصفقات اللي هتنضم الاهلي، حتى يعقوبه اللي سمعنا كلام ان هو خلاص هيجي فتره 6 شهور اعاره. قدامنا فتره حلوه جدا، فتره هيكون فيها مباريات، وفي نفس الوقت مش هيكون فيها ضغط مباريات زي الفتره اللي فاتت. ان انت تقدر بقى اللعيبه تنسجم، تعمل لها مثلا فتره اعداد كويسه جدا، لان هي جايه في شق لازم تنسجم فيه. يعني مثلا الخط الهجومي احنا بنطالب بقالنا فتره عايزين لعيبه، فبالتالي انت قدامك فتره ان انت تبدا تحفظهم جمل، تبدا تحفظهم على رتمك، تبدا تحفظهم اللعيبه، ويحفظهم طريقه تعاملهم معاهم وطريقه لعبهم، وبالتالي تقدر تستفيد منهم في الفتره الجايه في كاس العالم، واللعيبه تكون في فورمه عاليه جدا. وان شاء الله حتى اللعيبه اللي عندنا مجهده تبدا ان هي تاخد قسط راحه كويس، تبدا ان هي تاخد فترات استشفاء كويسه، وما يكونش عندنا اصابات عضليه كتير، لان احنا محتاجين كل اللعيبه في فتره مهمه جدا. يوم 1 فبراير هنبدا كاس عالم، هنبدا مع اوكلاند سيتي، ممكن نقابل الهلال، ممكن نقابل الوداد، وفي التالي احنا محتاجين نكسب المباراتين دول عشان ان شاء الله نكون في نصف النهائي. جمهور الاهلي الفتره الجايه لازم يكون واعي جدا، لان احنا بدانا نشوف خالد الغندور، بدانا نشوف اعلاميين كتير جدا تبع الزمالك بداوا يتوجهوا يعملوا دوشه كبيره على الاهلي، بحيث ان هم يداروا من الفضايح اللي عندهم والخبل اللي عندهم. فلازم يكون الجمهور واعي ومركز جدا، وفاهم ان اي هجوم على اللعيبه او الاداره في الفتره الحاليه ما هو الا هدم للاستقرار، هدم للبناء اللي الاداره اتخذته الفتره ديت، وان هي بتدعم الفريق. حتى لو صفقة جات وانت شايف ان هي مش مفيدة، لا، الإدارة مش هتسكت، الإدارة مش هتسكت، الإدارة هتجيب لعيب تاني مكانه. الإدارة عايزة يكون الفريق الكورة رقم واحد في مصر، لأن هي المستفيدة من ده. هي المستفيدة ان هي بتروح بطولات، هي المستفيدة من ان الجمهور مبسوط، كمان بيدخل لها دخل كبير، كمان بتفوز بالبطولات. مش معقولة ان هم يبقوا حابين حاجة ان هي تكون وحشة عندهم يعني.
فان شاء الله الاهلي موفق، ان شاء الله الاهلي الفتره الجايه يسعد جماهيره وجمهوره يحبه باذن الله.